الابن بهاء مجد الاب. الابن بهاء مجد الاب. ذاك هو التأمل الرابع في شخص يسوع المسيح الكاهن الأوحد. به كلمنا الآب، به صرنا وارثين لكل شيء، به ومعه صرنا خالقين في العالم. وأخيرا نكتشف وجهه، وبالتالي نكتشف وجه الآب، فنقول الابن هو بهاء مجد الله. كيف رفعتنا هذه الرسالة إلى أعلى قمم الفكر اللاهوتي. لم نعد أبناء الأرض، صرنا في السماء. وهذا ما يفهم الكاهن والكهنة، يفهمهم أنهم ليسوا فقط من أبناء الأرض، فإذا هم أرادوا أن يكونوا فقط من أبناء الأرض لا يمكن أن يكونوا كهنة المسيح. هم صاروا من أهل السماء، يدهم بيد المسيح الجالس من عن يمين الآب. الرسل بطرس وأخوه أندراوس، يعقوب وأخوه يوحنا، كانوا يعملون على الأرض يصطادون سمكا. دعاهم يسوع يجب أن لا يعودوا إلى الأرض. تركوا والدهم، تركوا الشباك، تركوا العمال وتبعوا يسوع. قال لهم يسوع من الآن لن تصطادوا بعد سمكا، بل تصطادون البشر، تجمعون البشر في شبكة الله. بعد اليوم لن تأكلوا من الخبز الفاني، ولن توزعوا الخبز الفاني. بعد اليوم تأكلون الخبز الذي يمنح الحياة الأبدية. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا في وأنا فيه. ولما أراد يسوع أن يرفعهم إلى فوق الخبز تشككوا. من هو يسوع؟ هو نجار، ابن النجار. وبدأوا يتركونه الواحد بعد الآخر، لأنه أراد أن يرفعهم من الأرض إلى السماء. نعم، هذا هو الكاهن في نظر يسوع المسيح. هل يستعد أن يرتفع؟ هذا هو الخادم في كنيسة المسيح والخادمة في كنيسة المسيح. هل يستعدون أن يرتفعوا فوق الخبز الفاني ليصلوا إلى الخبز الذي يهب الحياة؟ ويقول يوحنا: كثير من تلاميذه بدأوا يتركونه. الكاهن عليه أن يرتفع مع المسيح، لا شك هو من الأرض. وتقول الرسالة إلى العبرانيين: هو مأخوذ من البشر. لا، الله ما اختار من الملائكة
اختار من البشر، اختارني أنا، أنت أيها الكاهن، اختارك أنت أيتها الخادمة، اختارك أنت أيها الشماس، أيها الأسقف. إذن من البشر ربنا اختارنا فيما هو لله، لا فيما هو للبشر. فنحن لا نرجع إلى الوراء. لهالسبب يقول يسوع أكثر من مرة: من وضع يده على المحراث ونظر إلى الوراء ليس جديرا بالملكوت. اسمح لي أن أدفن أبي. كلا، اترك الموتى وهم يدفنون موتاهم. كلا، أتبعك إلى حيث تمضي وإلى أين يمضي الرب. إذا فكرت أنا للرب يسوع قصر كبير وحوله الوزراء كما صلب يعقوب يوحنا، كلا كلا. الرب يأخذنا من الأرض ويرفعنا إلى السماء. وهؤلاء الصيادون بعد القيامة أرادوا أن يرجعوا إلى الوراء. قال لهم يسوع: لم تعودوا صيادي سمك، صرتم صيادي بشر. ومع ذلك بإنجيل يوحنا 21 غاب المسيح، لم يعودوا يرونه بعين الجسد. قال لهم سمعان بطرس، ننتبه، سمعان بطرس، كان سمعان صار بطرس، يعني بدل الله له اسمه وبالتالي بدل له وظيفته. سمعان كان ذلك الصياد على بحيرة طبرية، أما بطرس فهو الصخرة الذي عليه تبنى الكنيسة. قال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب لأصطاد سمكا. قالوا له: ونحن نذهب معك. ماذا مضوا يفعلون؟ يصطادون سمكا. أهذا ما طلب منهم الرب يسوع؟ هم يعودون إلى الوراء. والشرف الكبير يقول لهم: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، تجلسون على 12 كرسيا وتدينون أسباط إسرائيل 12. لم يعد الديان ديانا واحدا، صار الرسل ديانين معه. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، أعطيكم ما أعطانيه أبي، وتعودون إلى الوراء. لا يمكن، وإلا الويل لنا، نكون نحن الخاسرين الكبار، الخاسرين الكبار، بعد أن جعلنا الرب كما يقول حسقيال وآباء الكنيسة الرقيب. الرقيب الذي يرافق الراعي الصالح الذي يعرف خرافه. تركنا مهنة وأخذنا مهنة أخرى، أخذنا مهنة ثانية. إلى هذا المستوى ترفعنا الرسالة إلى العبرانيين، حين ننسى أن يسوع كان ذلك الإنسان الذي ولد كما يولد كل طفل، جعل في المذود كما يجعل
كل ولد في بيوت الأشخاص الوسط ربما الفقراء جعل في المذود في الغرفة الثانية، وكان صبيا مثل سائر الصبيان، ولكن هذا هو الابن. ويعطينا قديس بولس بها الرسالة هو بهاء مجد الله. 3 كلمات أحبائي: البهاء، الشعاع، النور. الشمس لها بهاء، القمر، الكواكب، النجوم. ولو أن هذا البهاء ظهر خلال حياة يسوع الرسولية على الأرض لما تجرأ أحد من الاقتراب منه. نتذكر كلنا موسى الذي هو إنسان، سوف تقول لنا الرسالة، هو عبد في البيت ليس الابن. ومع ذلك موسى حين كان يمضي ويصلي قدام الله كان وجهه يشع من بهاء وجه الله. نور الرب يحل على وجه موسى، على وجه خادمه. ونحن كلنا خدام، والكاهن هو الخادم على مثال المسيح الذي جاء ليخدم لا ليخدم. وجه الله شع على وجه موسى الخادم عبد الله في بيته. وقال الكتاب: لم يكن بنو إسرائيل يستطيعون أن يحدقوا في بهاء وجهه، فكان يضع البرقع لئلا يعميهم بهاء الله الذي تصور على وجه موسى. نتخيل هذا العبد الخادم شع وجهه حين اقترب من وجه الله. وسيقول الرب حين يقوم بعضهم على موسى: كلمه وكلمنا نحن أيضا، هو نبي ونحن أنبياء. ولكن الجواب كان أقوى: فمن إلى فم أكلمه، وجها إلى وجه أكون معه. لهذا صار وجهه يشع بالنور، صار وجهه بهاء. فماذا يكون بالنسبة إلى الابن؟ الخادم شع وجهه، فماذا يكون في الابن؟ نعم، الابن هو البهاء، هو الشعاع، هو قال: أنا نور العالم. وطلب منا أن نكون نحن بدورنا نور العالم. جعلتكم سراج، جعلتكم نور ليرى الداخلون النور المطلوب. يأتي الناس من الخارج، من الظلمة، ظلمة العالم، ظلمة الخطيئة، ظلمة الموت، يرون النور من بعيد يعرفونه. ولكن هذا النور هو امتداد لنور المسيح. نعم، الابن هو البهاء، هو النور. ولكن نقول موسى
شع وجهه فما عاد أحد يستطيع أن يرى وجهه، فجعل البرقع، جعل حجاب على وجهه بحيث لا يضر النور بهؤلاء الضعفاء وهؤلاء الخطأ. والمسيح أين هو بهاء وجهه؟ هنا القديس بولس يعطينا هذه الصورة. هو في صورة الله، ما تمسك بهذه الصورة، ولو تمسك بها ما استطاع أحد أن يقترب منه. كانوا يقولون الله نار آكلة، من يسر أن يقترب من النار المادية فكيف يقترب من النار الكبرى؟ فأشع نفسه قال أنا خاطئ، أنا ذاهب إلى الموت. لما رأى السرافين هذه الكائنات النارية التي تدل على أن الله نار آكلة، يقول لنا الرسول هو في صورة الله، لاش نفسه، أخفى ذاته، ما أراد أن يظهر كإله على الأرض، أراد أن يكون إنسان، وكان إنسانا حقا، فعامله اليهود كإنسان، أمسكوه كمجرم، صلبوه كمجرم، واعتبروا أنه مات ومات. نعم، هذا البهاء أخفاه يسوع المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا. وما يكون بهاء موسى قرب بهاء الابن، لا مكان لهذا البهاء. لا يمكن أن يقابل البيت بالذي يبنيه، أن يقابل موسى بيسوع المسيح. وماذا يشع يسوع؟ هو بهاء مجد الله. ما هو المجد؟ كلمة غنية جدا. المجد هو التعبير عن حضور الله على الأرض. هذا هو المجد. الله لا يرى، لكن مجده يرى في السماء، في الأرض، في الشمس، في الكواكب، في النجوم، في البحار، في الزرع، في الحيوان، في الإنسان. لهذا السبب عبد الأقدمون السماء، الأرض، الشمس، عبدوا كل هؤلاء. عبد المصريون النيل، هذا البحر وسط صحراء مصر، فيجعلها جنة غناء. أما نحن فنعرف أن الله هو حاضر في كل هذه الأمور، كما يقول الكتاب: السماوات تنطق بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. السماوات تنطق، ومتى السماء تتكلم نعرف أنها جامدة كما قال الأقدمون، ونحن بطريقتنا الحديثة نعرف أن فيها الهواء وما بعد الهواء والطبقات المتواصلة، ومع ذلك هي تنطق. والفلك يخبر ويتابع يوم ليوم، يبدي علما. اليوم الأربعاء يخبر الخميس، ويوم الجمعة يخبر السبت، والليل يخبر الليل،
بغير قول ولا كلام. نعم، مجد الله حاضر، وحاضر بقوة في الكون. هذا المجد ظهر أول ما ظهر في شخص يسوع المسيح، في مجد يسوع المسيح. إذا كانت السماء تمجد الله، إذا كانت الأرض، إذا كانت الأفلاك، فما يكون المجد الذي حمله يسوع إلى الأرض؟ في إحدى المشاهد قال: أيها الآب مجد اسمك. فسمع صوت من السماء: قد مجدت وسوف أمجد. نعم، حضور يسوع على الأرض جعل مجد الله حاضرا على الأرض. في الماضي مجدوا الخليقة فأخطأوا. نعم، وسوف يقول سفر الحكمة: رأيتم جمال الشمس فانظروا كم الذي خلقها الله هو أجمل منها. رأيتم قوة البحار، قوة المياه، انظروا كم هو أقوى منها ذاك الذي خلقها. نعم، توقف الناس عند الخلائق فعبدوها لأنها تمجد الله. أخطأوا لأنهم لم يرفعوا المجد إلى خالقها. أما المسيح فرفض كل هذا، بل إن العهد القديم نبه المؤمنين، فالمؤمنون كانوا يتعبدون للبعل، للسيد الذي يرسل المطر، يرسل الخصب على الأرض. نبههم هوشع، نبههم إيليا، لكن هوشع نبههم: الله هو الذي يرسل المطر، الله هو الذي يعطي الخصب. فإذن الله يجب أن يمجد، لا الأصنام الجامدة، والأصنام تدل على الخلائق. فليعرفوا كم ربنا أجمل منها، كم ربنا أعظم منها، كم ربنا أقوى منها. أما المسيح فجاء يحمل إلينا هذا المجد في كل نقاوته، في كل طهارته، في كل عظمته. لا يمكن أن نتوقف أبدا عند الشكل البشري. تروني؟ يجب أن تروا الآب. نعم، قال الرب يسوع: أنا لا أطلب مجدي، بل مجد الآب الذي أرسلني. إلهيا مجد الابن هو مجد الآب، لكن بشريا وباسم الكنيسة وباسم الخليقة وباسم المؤمنين نحن نمجد الآب، نحن نمجد الله بحياتنا. كما يقول أحد الآباء: مجد الله الإنسان الحي. نحن عندما نعيش حياتنا المسيحية نمجد الله، يعني نجعل حضوره منظورا ملموسا. هكذا كان القديسون. الأم تيريزا جعلت حضور الرب منظورا. هو الرب يسير، يهتم بالمساكين،
يهتم بالفقراء. لا أطلب مجدي بل مجد الآب الذي أرسلني. ذاك هو المؤمن الحقيقي الذي يسير في خط يسوع المسيح. ذاك هو الكاهن الذي يعرف أن عمله بما فيه من عظمة يمجد الآب. نعم أيها الرب يسوع، اخترت كهنة في كنيستك، اجعلهم يمجدونك. إن قدسوا المؤمنين يمجدونك، إن تدبروا رعاياهم يمجدونك، وإن حملوا الكلمة يمجدونك. فلك المجد والشكران والقدرة إلى أبد الآبدين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.